تقتلك عشان تقتص منك بالنسبة لأخوها بالنسبة لأختها. بس احنا أقنعناها إن العدل هياخد مجراه. ما هي قتلتني بعذاب الضمير اللي أنا شفته، بالهلاوس، تخيلات، لغاية ما اعترفت بالجريمة بتاعتي. فهي قتلتني، وأنا اللي قتلت نفسي، وقتلت ابني، وقتلت مراتي اللي أنا كنت متجوزها عرفي، عشان الورث، عشان العماير، عشان أبويا يستريح. تعرف يا أمجد إن في قاعدة فقهية عندنا بيقول لك من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنت على فكرة لو هتفتكر إن أنت ضحية أو هتمثل دور الضحية. لا، أنا مجرم يا سعادة الباشا، أنا مجرم يا بيه. أنا قتلت واحدة بحبها، وقتلت ابني اللي في بطنها، وقتلت أخوها. أنا استحق الإعدام. كل ده بدافع المال؟ الإعدام. كل ده بدافع الثروة؟ أنا هاخد حاجة معايا لما أموت، أبويا هياخد حاجة لما يموت. ما عرفتش الكلام ده من الأول ليه؟ يا ريت كنت عرفته يا بيه، يا ريت كنت عرفته، يا ريت كنت عرفته. وأنت يا شمس كده ارتحتي؟ القاتل اللي قتل أختك وقتل ابنه أو بنته وقتل أخوكي هيتحول لمحكمة الجنايات.